ازاي ده مش عندك لحد دلوقتي؟ لا انا حقيقي زعلانه زعلانه زعلانه، وانتي كمان هتزعلي لما تعرفي فوائده وازاي انتي كنتي مفوته البرودكت ده عليكي. تعالي بقى اقولك ايه ده زيت الفراوله من بيت الزيت. كتير طبعا ما سمعوش عنه، بس تعالي اقولك ان زيت الفراوله ده مش مجرد حاجه كيوت، ومن الحاجات اللي انتي ممكن تغيري حياتك بيها. استخداماته كتير جدا، انتي مش متخيله قد ايه اللي هيستفاد بيه شعرك وبشرتك وجسمك كمان. زيت الفراوله كله فوائد وانتي اوكسيدنتس وكمان احماض امينيه، غير فيتامين اي، النوترينتس اللي فيه اللي هتغذي البشره او اي حته هتحطي عليها زيت الفراوله. يعني مثلا لو انتي فروه راسك حساسه وحاسه بيها بحكه وحاسه بيها باريتيشن، حطيه على فروه راسك، هيرطبها وكمان هيفيدها جدا جدا وهيغذي الشعرايه اصلا نفسها. بيرطب البشره وبيديها نضاره، وكمان ممتاز لو انت عندك تصبغات. خدي بالك بيعمل كولاجين ستيميوليشن، يعني حلو جدا للرينكلز والفاين لاينز. وهل انت عارفه بقى ان هو بيصلح حاجز البشره المناعي؟ ومش قادره اقول لك هيعمل ايه في اي منطقه غامقه في جسمك including sensitive areas. ممكن ترطبي بيه الاندر ارم، هيديه ريحه تحفه وكمان تفتيح. وطبعا البيكيني اريا مش قادره اقول لك التفتيح والترطيب وكمان الريحه الخطيره. وده يعتبر بديل الدراي اويلز اللي بقت ب 500 وب 600 وب 1000، لانه لما بيتحط على الجسم مش بيلزق وبيديه لمعه وبيديه ريحه حلوه وكمان بيرطب مع كل الفوائد اللي انا قلت لك عليها. هحط لك كده كام نقطه على ايدي زي الدراي اويلز بالظبط، مش بيسيب اي اثر دهني، بس تحسي كده بترطيب الدراي اويل ولا الريحه بقى خطيره. وتعالى اقول لك بقى على حاجه تعمليها هتخليه في حته تانية. اي كريم اي لوشن عايزاه بريحه الفراوله تقدري تخليه بريحه الفراوله بقى فيو دروبس من الزيت ده يا جماعه، هيخلي ريحه اللوشن فراوله وفوحان مش قادره اقول لك قد ايه. واحلى حاجه ان ريحته ثابته جدا بجد. زيت الفراوله من بيت الزيت ده كنز، ومش هتقدري ان هو يخلص اصلا من عندك. ما تتردديش انك تجيبيه.